يا أهلا بأقوى ناس في قناة أقوى أفلام. فيلمنا بيبدأ ببنت صغيرة اسمها إيما، واللي بتكون واقفة بتتفرج من شباك أوضتها على قطة صغيرة بتغرق في حمام السباحة الخاص ببيتهم، ومش بتفكر تساعدها. ولما بتتأكد إنها ماتت بتقفل الستارة وبتجهز هدوم المدرسة وبتسرح شعرها، وبنشوف إنها طالبة مميزة واخدة ميداليات وجوائز كتير، وبتكون عايشة مع أبوها لوحدهم لأن أمها بتكون ماتت وهي بتولدها. وبتعرفوا إن النهاردة يوم مميز جدا بالنسبة ليها، علشان النهاردة هو يوم استلام ميدالية افضل طالب في المدرسه. وبتكون واثقه من نفسها ان هي اللي هتاخد الجايزه دي، لانها زي ما بتقول فيها كل مواصفات الطالب المثالي. وبعد كده بتوصل عمتها انجلا البيت، وبتعرف اخوها انها اخيرا لقت المربيه المناسبه لايما. وايما طبعا بتتضايق من الخبر، وبتقول لعمتها انها كبرت ومش محتاجه البيبي سيتر، وانهم ممكن يوفروا فلوسها وعمتها تقعد معاها وخلاص. فبيقول لاخته ان ايما لسه زعلانه على البيبي سيتر القديمه لانها ماتت. وبعدها بتيجي جنبها عمتها وبتقول لها انها بتحبها طبعا، وتحب كمان انها تقعد معاها، ولكن شغلها في المستشفى مش هيسمح ليها انها تعمل كده. فمش بتركز على كلامها وبتبص من الشباك، وبتقول لهم ان في قطه صغيره ميته في حمام السباحه، فياريت تشيلوها من مكانها. وفعلا بيعملوا كده، وبتروح للمدرسه وبيبدا اليوم الدراسي، وبيدخل دبور الفصل وبيخاف منه كل الطلاب، ولكن ايما الوحيده اللي بتحبسه في كوبايه بلاستيك وبتطيره من الشباك. ولما زميلها في المدرسه بيسالها هي ما خافتش من الدبور ازاي، بتعرفه انها مش بتخاف منه لان هم عندهم عش دبابير في حديقه بيتهم. وبعدها ابوها بيعمل مقابله مع المربيه الجديده، وبيطمن من كلامها معاه انها تقدر تعتني بايما، وبيقول لها انها تقدر تستلم شغلها من الاسبوع الجاي. وبعدها بنشوف ايما وهي في المدرسه، وبتكون في واحده من صحباتهم جايبه ساعه جديده، والكل بيكلمها على الساعه. وايما طبعا بتتضايق انها خطفت منها الانظار، وبتعمل كانها بتلعب معاها وبتخبط فيها بالغلط وبتوقعها. وبعدها لما المدرسه بتشوفها بتعمل كانها بتقومها، وبكده بتكون اثبتت للمدرسه بتاعتها انها بتحب مساعده زمايلها. وفي نفس الوقت بتكون سرقت من صاحبتها الساعة الجديدة اللي كانت فرحانة بيها. ولما بتجهز نفسها وبتلبس فستانها الجميل بتروح للحفلة، وبتكون عينيها مش راضية تتشال من على الميدالية. وزي ما قلت لكم هي كانت متوقعة انها اللي هتكسب الميدالية دي، ولكن للأسف في طالب تاني هو اللي كسب الميدالية، واللي بيكون اسمه مايلو. وبتكون ايما زعلانة ومقهورة من اللي حصل. ولما بيروح ابوها للمدرسة بتاعتها بيسألها عن اخبار بنته، فبتقول له ايما طالبة مميزة جدا ومتحدثة كمان وفيها صفات القائد، ولكن مشكلتها انها منعزلة ومش بتتكلم مع باقي الطلبة. وابو ايمي لما بيقف مع بنته شوية بيجرجرها في الكلام، وبتقول له ان مايلو ده ما كانش المفروض ياخد الجايزة وهي اللي كانت تستحقها، وانه طالب عادي جدا ولا مميز ولا حاجة، ده حتى ما بيعرفش يقول كلمتين على بعض لما بيطلع على السبورة. ولكن ابوها بيحاول يهديها ويقول لها ان كل واحد فيهم مميز في حاجة معينة، وبتعمل كأنها اقتنعت بكلامه. وبعدها بتاخد مايلو لمكان بعيد وبتطلعه وراها لحافة جبل، على اساس ان هي عايزة تحتفل معاه وتوري له مناظر طبيعية من فوق. ولما بيوصلوا لحافة الجبل بترميه من فوق بعد ما بتكون سرقت منه الميدالية، وبترجع عادي للحفلة ولا كأنها لسه قاتلة زميلها دلوقتي. وبتفضل تلح على ابوها وتقول له يلا بينا نرجع البيت. وقبل ما بتخلص كلامها بنسمع صوت اطفال بتصوت وبتجري للمكان اللي وقعت فيه زميلها مايلو، وبيحاولوا يعملوا له الاسعافات الاولية ولكنه بيكون مات. وامه كانت بتبكي من الحزن على فراق ابنها اللي كانت لسه بتحتفل بيه الصبح. وبعد اسبوع بتوصل المربية الجديدة للبيت، وابو مايلو بيعرفها عليها وعلى البيت، وبتقعد معاها. وبتبدأ ايما تراقبها وتشوفها وهي بتسرق دواء من أوضة أبوها، ولكن مش بتكلمها، وبتستنى اللحظة المناسبة لما بتكون قاعدة معاها وهم بيتفرجوا على التلفزيون. وبتبدأ المربية الجديدة اللي اسمها كلوي تسألها إحساسك إيه بعد موت زميلك مايلو، وبتقول لها إنها زعلت شوية، ولكن الزعل ده مش بيدوم، كده كده الحياة هتمشي بيه أو من غيره. فبترد عليها المربية وبتقول لها أنا ما كنتش متوقعة الرد ده من طفلة في سنك. ولكن ايما بتصدمها لما بتقول لها وانا ما كنتش اتوقع انك تكوني حرامية وسرقتي الدواء من اوضة ابويا من غير ما تعرفيه. وبالليل لما بيروحوا للعزاء بتكتشف ان باقي الطلاب بيعيطوا، فبتحاول تكون مش مختلفة عنهم وبتعيط هي كمان على اساس انها زعلانة على موت زميلها وكده يعني. وبعد ما بيخلصوا العزاء بتروح هي وابوها للبيت، وبيبدأ ابوها يتفرج على الصور بتاعتها وهي في الحفلة، وبيلاحظ انها مش بتشيل عينيها من على الميدالية. فبيبدأ يشك في تصرفات بنته، وهي كمان بتزود له الشك ده لما بتتصرف بتلقائية وبرود اعصاب ولا كأن زميلها لسه ميت امبارح. وفي تاني يوم الصبح بتيجي مدرسة ايما وبيكون معاها محقق، وبتقول لابو ايما ان دي اول حادثة تحصل من تاريخ تأسيس المدرسة. وبيبدأوا يلمحوا ليه ان احتمال تكون بنته ليها علاقة بموت مايلو ده، لان في واحدة من صحباتها شافتها هي ومايلو وهم رايحين للغابة قبل ما تحصل الحادثة. وبتكون ايما بتتصنت على كلامهم، ولما بتعرف انهم بدأوا يشكوا فيها بتحاول تشتتهم بانها تكسر برطمان البسكوت وتقع على الارض، وتقول لابوها انها اتعورت في ايديها. فبيمشي المحقق والمدرسة
وبيقولوا لابوها انهم هيجوا في وقت تاني، وبيعرفها ابوها وهو بيطهر لها جرح ايديها ان مدرستها والمحقق كانوا بيسالوا عليها وبيسالوا هل هي ليها علاقه بالحادثه اللي حصلت ولا لا. فبترد عليه وبتقول له ان مدرستها كدابه وبتسيبه وتمشي. وبيكون ابوها محتار مش عارف يصدق المدرسه ولا يصدق بنته. ولما يكون ابوها بيخلص شغل في الجراج بتجيله المربيه وبتقول له ممكن ادخن سيجاره هنا؟ فبيقول لها يعني انت سبت البيت وسبت الشارع ومش لاقيه غير المحل اللي كله حاجات قابله للاشتعال وتدخني فيه؟ لا بجد الحمد لله على نعمه العقل، مش اطلعي بره يا وليه. فبتسيب له المكان وبتمشي. وبعد منها لما بتكون ايما والمربيه بره بتشوف عربيه المدرسه وهي طالعه من بيت ابوها، وبتقول لها المربيه ان المدرسه شاكه فيها وعاجلا ام اجلا الحقيقه هتتكشف. وبتقول لها كمان انها شافتها وقت ما عملت انها بتقع. وبتقول لها كمان انها عارفه المكان اللي مخبيه فيه الميداليه اللي سرقتها من مايلو. وبتقول لها يا ريت تتعبي نفسك وتالفي قصه كويسه المره دي علشان الشرطه تصدقك. ولما بترجع البيت بتبدا المربيه تخوف ايما وتقول لها لو عرفتي ابوك اني بسرق منه فلوس وادويه انا كمان هعرفه انك قتلتي مايلو. وبتقول لها انها هتتحط في الاحداث وهتتعذب بكل الطرق الممكنه من اول الحبس الانفرادي للكرسي الكهربائي. وطبعا ايما بتخاف من كلامها. وبعدها بنشوف المدرسه وهي طالعه من بيت ابوها وبتركب العربيه بتاعتها، ولكن بيكون في خليه ضبابير في الكرسي اللي ورا وبتكون خلاص هتعمل حادثه. وطبعا مش لازم اعرفكم مين اول واحد هيكون مستفاد من ان المدرسه دي تموت. ولما بيرجع ابو ايما البيت بتكون المربيه سبقته ومعلقه الميداليه في اوضته، وبيدخل الاوضه بس مش بيشوفها، ولكن ايما بتلاحظها وبتيجي تشيلها من مكانها. وفي الوقت ده ابوها بيشوفها وبيقول لها ايه اللي انت ماسكاه في ايدك ده؟ فبتقول له الميداليه. فبيستغرب ولكنها بتلحقه قبل ما يقول لها اي حاجه، وبتقول له انها كانت عامله مسابقه مع مايلو واللي هيكسب فيها كان هياخد الميداليه وهي اللي بتكسب المسابقه. وبعد ما بتاخد منه الميداليه بيحصل اللي حصل، فبيقتنع بكلامها نوعا ما ولكن بيكون مش عارف يعمل ايه. فبيتصل باخته وبيسالها عن دكتوره نفسيه كويسه تتكلم مع بنته ويعرف منها هل هي طبيعيه ولا لا. وهو ماشي بالعربيه بيشوف حادثه على الطريق، ودي بتكون الحادثه اللي حصلت للمدرسه وقت ما اتحط لها ضبابير في عربيتها. وبعدها بياخد بنته وبيروح لام مايلو وبياخد الميداليه معاه وبيديها لام مايلو وبيحكي لها على اللي حصل. وهي كمان بتكلمهم عن المدرسه بتاعتها وبتعرفهم انها ماتت في حادثه عربيه. والغريب انهم لما فتشوا في العربيه اكتشفوا ان كان في عش دبابير موجود في العربيه. وطبعا ايما في الوقت ده بتحس انها اتقفشت فبتحاول تمثل عليهم وبتعيط وبتقعد تقول لا حول ولا قوه الا بالله، كانت احسن مدرسه في المدرسه والله. والاستاذه اللي كانت بتعيط من شويه وعماله تتشحتف دي اول ما بتطلع من بيت ام مايلو ابوها بيلاقيها عماله تضحك ولا كأن اي حاجه حصلت. وبتقول له بقول لك ايه يا حجوج، سكلي على موضوع مايلو والمدرسه اللي ماتت دي وما تتكلمش معايا في المواضيع دي تاني، هم خلاص ماتوا واحنا بقى مش هنفضلوا متعلقين بيهم ويا ريت نكمل حياتنا عادي. وبيستغرب من تصرفاتها. وهو في الشغل بيكتشف ان عش الضبابير اللي كان موجود في السقف عنده اختفى، وساعتها بيزيد شكه في بنته وبانها هي اللي قتلت الناس دي. وفي تاني يوم الصبح بياخد بنته عند دكتوره نفسيه وده علشان يتاكد هل هي عندها مرض نفسي ولا سليمه عقليا. ولما بتقعد مع الدكتوره شويه بتقدر تقنعها انها بنت طبيعيه جدا وما فيهاش اي حاجه. وفعلا لما الدكتوره بتطلع وبتحكي لابوها عن بنته بتقول له انها بنت ذكيه جدا ولكن مشكلتها انها عندها برود زايد في المشاعر. ولما بيرجعوا البيت بتدخل لها المربيه كلوي الاوضه وبترجع تعد لها وتقول لها ان هي هتتكشف عاجلا ام اجلا. وبتقول لها ان اكبر دليل هو الميداليه اللي رجعتها لام مايلو. ضيف على كده عش الدبابير اللي ابوك اكتشف ان هو مش موجود في مكانه. فبترد عليها ايما وبتقول لها انا هخلي ابويا يمشيكي. فالمربيه بتقول لها مفيش منه الكلام ده، انا وابوكي زي السمنه على العسل دلوقتي ومش هتقدري تمشيني من البيت. وبعدها بتروح ايما لابوها وبتقول له اوعى تكون بتفكر في المربيه كلوي تفكير تاني غير انها هتكون مربيه في البيت. باختصار كده يعني انا مش موافقه حتى انك تكلمها فما تفكرش انك تتجوزها. فبيقول لها مش وقته الكلام ده وان ورايا شغل كتير دلوقتي ولما ارجع هتكلم معاكي باستفاضه في الموضوع ده واكيد هنشوف له حل. ووقتها بتتاكد ان كلام المربيه صح فبتتخلص منها بانها بتنور نور الجراج اللي هو مكان شغل الاب. ولما بتدخل بتقفل ورا منها الباب والمواد المشتعله بتبدا تولع وبتحاول تستنجد بيها ولكن ايما مش بتحاول تساعدها وبتتفرج عليها زي ما كانت بتتفرج على القط اللي كان بيموت في اول
اول الفيلم. ولما بيوصل البوليس وابوها بيطلع يجري للبيت وبيعرفوه ان بنته بخير، ولكن المربيه ماتت في الجراج بتاعه وده بسبب المواد المشتعله. ولما بيسال بنته عن اللي حصل بتقوله ان المربيه قالت لها انها هتطلع تدخن بره، وطبعا بيقتنع بكلامها لان هي كانت عايزه تدخن قبل كده في الجراج وهو رفض. ولكن بنته بتقول له جمله غريبه قوي وبترجع له الشكوك اللي كانت بدات تختفي، والجمله بتكون انها قالت له ما تقلقش المهم ان انا بخير. وبيطلع معاها الاوضه وبيحاول يخليها تفضفض معاه وبيقول لها انا ابوكي، فهميني انت عملت ايه، انا عمري ما هضرك، هو انت اللي قتلتي الناس دول صح؟ فبتقول له صح، وان هي اللي رمت صاحبها من المنحدر لانها اللي كانت تستحق الميداليه، وان هي كمان اللي حطت الدبابير في عربيه المدرسه بتاعتها، واخيرا ان هي كمان اللي قفلت باب الجراج على المربيه وهي اللي ولعت فيها، وده طبعا لانها حاولت تكشفها وحطت الميداليه في اوضه ابوها، ولانها كمان كانت بتسرق فلوس وادويه من ابوها من غير ما يعرف. فبيتصدم من كلام بنته وبيكتشف انه خلف قتالة قتله. يا رب ليش؟ ليش يا رب ليش؟ ولكن بيكون خايف يكلم الشرطة لأن هي في الأول وفي الآخر بنته، وبيتصل بيه المحقق بالليل وبيقول له إن الحريق اللي حصل ده حريق مفتعل وإنه لازم يحقق مع بنته. فبيقول له إن بنته عيانة جدا ومش هتقدر تتكلم معاه دلوقتي، وبيقرر بعدها إنه يروح لبيته التاني اللي هو بعيد عن المدينة بتاعتهم. وفي الطريق بتسأل أبوها هو إحنا هنقعد قد إيه هناك؟ فبيقول لها والله ما أعرف، واقعدي ساكتة دلوقتي لأن أنا مستحملك بالعافية، كفاية الموضوع الكبير اللي أنت وقعتينا فيه، والأنيل من كل ده البرود اللي انت فيه، يعني عملتي الغلط ومش حاسه انك غلطانه. وبتبدا تحس ان ابوها بدا يتحكم فيها لانه عرف سرها، فبتستنى لغايه ما ينام وبتفتح الغاز علشان يا يموت مخنوق يا يولع هو كمان زي المربيه بتاعتها. وطبعا ما بتنساش تتربس الابواب كلها وبتجيب ازازه عصير وبتستنى عند النهر لغايه ما ابوها يفطس في البيت، ولكنه بيصحى في الوقت المناسب وبيقدر يفتح الباب ويخرج بره، وبيروح لبنته عند النهر وبيقول لها انت ليه بتحاولي تقتليني؟ ده انا المفروض اخر حد بقيلك في الدنيا. فبتقول له لا، عمتي انجلا لسه موجوده وبسم الله ما شاء الله دي ست طيبه وهتربيني. فبيمسك ايديها وهو متضايق وبيقول تفوق على دي تربيه ورايا على البيت يا جزمه. ومن اللحظه دي بيقرر هو اللي يموت بنته، وبيطحن دواء مخدر وبيحطه في مشروبها، وبيدخل عليها الاوضه وبيقول لها عملت لك العصير اللي بتحبيه، وبيديها كوبايه العصير. ولما بتتاكد انه نام بتدخل له وبتحاول تقتله بالمسدس بتاعه، وبتخليه هو اللي يمسك المسدس وهو نايم، وده علشان طبعا ما يبقاش عليه بصماتها. ولكنها علشان مش بتعرف تصوب بتضرب النار على المخدة، وابوها بيصحى من النوم وبيحاول ياخد منها المسدس وبيقع على الارض، فبتطلع تجري منه وبيجري وراها وبتتصل بالبوليس وبتقول لهم ان ابوها بيحاول يقتلها، وبتستخبى منه في الحمام ولكنه بيقدر يكسر الباب وبيكون ماسك المسدس وبيقول لها انا هريح الناس كلها منك. ولكن في الوقت ده بيجي حارس البيت وبنسمع صوت ضرب النار، ولكن بيكون من الحارس مش من ابوها، وبكده بيكون اخر دليل ان ايما هي المجرمة تم التخلص منه. وبتيجي الشرطة عمتها بتقول لها اكيد ان ابوها كان مريض نفسي وده اللي خلاه يعمل الجرايم دي، ويوجه التهم كلها لبنته، وبتقول لها ان انت هتعيشي معايا الفترة الجاية. فبترد عليها ايما رد غير مناسب للموقف وبتقول لها يعني هتجيبي لي جلاتي؟ فبتقول لها اه هجيبلك، وبتاخدها بالحضن وبيخلص فيلمنا على كده. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتشير الفيديو مع اصحابك اللي بيحبوا النوعية دي من الافلام. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.